هو انت ليه بتقع في الناس الغلط؟ تفتكر بقى ان احنا اللي فينا حاجة غلط ولا احنا اختياراتنا اللي غلط؟ المأساة بقى ان مفيش اي حاجة غلط، هو اللي غلط بيبقى شفرة التعلق بتاعتنا. احنا اللي بنستقطب حاجات غلط، احنا بنجذب لينا حاجات غلط. وده اللي انا فهمته بس بعد وقت كبير، بعد وقت طويل كمان. رحلة كده، رحلة مش سهلة عشان تبقى عارف. في كتاب اتاش غير منظوري جدا عن موضوع التعلق. تخيل كده ان انت اول ما بتبتدي علاقة تبص تلاقي الناس بتتغير، والموضوع يفضل يتكرر معاك مع كل حد جديد تعرفه. هنا بقى الموضوع فين؟ تخيل انت كده كل ما تبتدي تتعلق بحد وتبدأ الحكاية تدخل تبص تلاقيه بيهرب. هو ليه بيهرب؟ ده سؤال كان مش فاهمينه. ليه بيهرب؟ وتفضل انت قاعد بقى باصص على اللاست سين بتاعه وقلبك بيدق بسرعة، اللي هو يا نهار أبيض لو فتح دلوقتي إيه اللي هيحصل؟ ممكن تحكي لي إيه اللي هيحصل؟ المشكلة إن أنت نفسك مش عارف إيه اللي هيحصل، ودايما قلقان، دايما متوتر، دايما مستني حاجة من الناس مش من نفسك، مستني منهم حاجة معينة. تخيل كده حكاية واحدة اسمها سارة. سارة بنت ناجحة وجميلة رقيقة جدا، كل الناس بتبقى عايزة ترتبط بيها. بس أول ما بتبدأ سارة إن هي تدخل في الفخ، يعجبها واحد معين ويبدأوا يدخلوا في علاقة، تليفونات ومكالمات وحكايات، تبدأ الحكاية توصل اللي انت فاهمه بقى. أنا مشغول يا سارة دلوقتي، ممكن تقفلي؟ أنا في ميتنج على فكرة. وبعد ما الموضوع كمان سارة تقول له طب ماذا بعد؟ ومش هنتجوز بقى ولا إيه؟ فيقول لها احنا محتاجين نفكر شوية في الحكاية دي، انتي تستاهلي حد احسن مني. الموضوع ده بيفكرك بحاجة؟ بيفكرك بحد يعني؟ في كتاب اتاشت الكاتب قسم الناس ل3 أنماط شخصيات في الحب، وقال لك اختار بقى انت مين فيهم. الموضوع ليه تصنيفات كده زي فصائل الدم، يعني الناس أنواع أصلا، حتى الحب فيه أنواع. النمط الأولاني اللي بيكاتش الأمان، هو عنده رادار كده، أول لما بيشوف حد بيحاول يدور على الأمان بسرعة، فيبدأ يشوفه لاست سين امتى. لو بدأ يرد عليه من تاني رنة يقولك ده كان بيرد من أول رنة، ده شكله هيسيبني ولا إيه، ده بدأ يزهق من أولها. فتبدأ هنا تبقى أنت اللي بتطفش الطرف التاني. بس تتخيل بقى لو أنت النمط ده، فأعرف إنك اللي شغال ده الرادار مش أنت. النمط التاني دول ناس هادية ورضينة، بس هم عيبهم الوحيد يعني إن هم أول لما بيبدأوا يخشوا في الفخ ده يبدأ يقولك هو في واحد فعلا معتمد عليا، معتمد على وجودي. الالتزام بالنسبة له خنقة وضيقة ومش حابب كده. هو ليه اللايف ستايل بتاعه وليه حياته اللي مبسوط بيها وشخصيته اللي بيحبها جدا، فمش محتاج يقولك عدل في نفسك وتعاليلي. فتلاقي نفسك انت اول ما بتبقى خايف او حاجة هو بيطمنك بس بهدوء. ودول بقى انا شايفة ان هم النمط بتاع اهل الجنة، اللي هم مبسوطين جدا وهم لوحدهم، بس لو انت جيت يا اهلا بيك، لكن لو انت مشيت يا اهلا بيا بوجودي مع نفسي مع حياتي. مش بيموتوا لو حد بعد عنهم، لأن هم متكيفين مع نفسيتهم وشخصيتهم. عشان كده أنا شايفة إن هم نمط حلو جدا، نمط لطيف، يعرف يبقى في علاقة صحية ما يخنقش اللي معاه، وفي نفس الوقت يعرف يستمتع ويعرف يمشي وقت ما هو عايز يمشي. السؤال هنا ليه دايما الشخص القلق اللي بيقعد يطارد اللي قدامه بيقع في البني آدم البارد الهادي المتجنب؟ هقول لك أنا بقى الحكاية إن الشخص المطارد اللي هو عنده قلق طول الوقت إنه فلان يسيبني ويمشي، ده بيكون عارف إن الحب بيجي بصعوبة جدا، فيروح يدور على واحد هادي، هنقول هادي، ويقعد يحاول ياخد منه الحب بالقطار. هو ده نمط الحب اللي هو بيجذبه، هو ده نمط الحب اللي هو بيدور عليه. هو طول الوقت فاهم إن الحب يعني مجهود، يعني أفضل أنا طارد اللي قدامي لحد ما إن شاء الله يحبني، إن شاء الله يحبني زي ما أنا، هيشوف فيها حاجة يحبها. طب ما الناس في واحد سهل موجود هناك أهو، شايفه واقف هناك أهو، لا
لا ده انا لازم فتيجي تقول له ما في واحد هناك يا حبيبي هو بيحبك، لا لازم ده انت مش متخيل ده حلو ازاي يا حبيبي. ايوه خلاص هي منتهيه كده، انت فهمت انت ليه بتروح لدول، تمام. بس ازاي بقى تغير افكارك عن الحب؟ انا بس عايزه افهمك ان الحب اللي انت تقعد فيه وانت مش قلقان، تقعد وتحس بالامان مع اللي قدامك، تحس باهتمامه ورعايته حتى لو ده في الحدود. اي حاجه مبالغ فيها والله بتبقى فخ. دايما البني ادم اللي معاك طول ما هو مديك الامان، الراحه انه مش هيسيبك ويمشي دلوقتي او في اي وقت، انه معاك دايما على الحلوه والمره، فانت طول الوقت عندك الامان وهو ده الحب. احنا مش عايزين فيلينج اكتر من كده. الفيلينج بجد ان انت تحس ان في حد متقبلك مهما كنت، شايفك حلو مهما كنت، هو معاك مهما كان، وهو ده المهم في الحكايه. احنا بندور على حاجات تانية خالص، بنشوف حاجات تانية خالص، محتاجين نشوف الموضوع من زاويه تانية، نبدل الكراسي ونشقلب فكرنا. في حاجة عايزة أقولها لكم بس عشان هي خربت الدنيا. لو لقيتوا نفسكم بتنزلوا ستوري عشان تغيظوا حمادة، ولو لقيتوا نفسكم ما بترديش من أول رن عشان تبقي تقيلة كده ومش عارف إيه، وتحاولي إنك تغذيه وتحسسيه إنك مرتاحة والكلام ده، فوقفوا ده فورا. العلاقات مش كده، لا أنا أغيظك ولا أنت تغيظني ولا استفزك ولا تستفزني. العلاقة اللي بجد يعني أمان، ولو أنت مش عارف تديله الأمان وتاخده منه شكرا بنمشي، لكن ما بنقعدش نعمل في حيل وألعاب. العلاقة اللي محتاجة حيل وألعاب دي محتاجة نمشي صح. بس الحل بجد اللي لازم تعمله إنك لما تحس إن أنت محتاج حاجة من حد لازم تتكلم معاه. يعني لازم تقول له انت لما بتردش عليا انا ببقى قلقان، بحس انك هتسيبني وتمشي، بحس ان انا هبقى لوحدي تاني، بحس ان انا محتاج دعم، بحس ان انا محتاج حضن. وهنا بقى الطريقه اللي هو بيطمنك بيها دي اهم حاجه، لانه لو عارف يطمنك بجد تبقى انت موجود في مكان بجد، ولو معرفش يطمنك فانت محتاج تمشي، وده بجد. نرجع تاني لسارة الناجحه الجميله اللي كانت في اول الحكايه، هي دلوقتي ارتبطت بالشخص الصح اللي اداها أمان وحب واحتواء. عايزة أقولك دور على بيتك، دور على المكان اللي فيه حب وارتياح، بس بالمفتاح الصح مش بالمفتاح الغلط. ولو ما تعرفنيش أنا كوتش مديحة بالمناسبة، عشان تشوفني تاني فمحتاج تعملي فولو وشير بقى كمان بالمرة.